السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم معنا في قصة جديدة لهذا اليوم. نتمنى تعجبكم. كان آدم طفل صغير يتيم اللي عنده 6 سنين، مات باه، وبعد سنة مشات الوالدة ديالو وبقى بوحده في هذه الدنيا. كان ساكن مع خالته في الدار كبيرة، ولكن القلب ديالها صغير. ما كتضربش آدم، ولكن كتوجعو بالكلام. كل نهار كتقول له كون ما جيتيه كون عشنا مرتاحين يا وجه النحس. آدم ما كيهضرش، كان غير ساكت ومشى ينعس وهو حاضن المحفظة ديالو المدرسية بحال إلا فيها الأمان. وفي يوم من الأيام كان البرد قاصح، وآدم مشى للمدرسة بصباط مقطعين. رجع مع المغرب رجليه متجمدين، وقال لخالته بصوت ضعيف: عافاك خالتي، واش نقدر نبدل الصباط؟ راه رجليا متجمدين بالبرد. جاوباتو خالته ببرود: واش انا مسؤولة عليك؟ بعد مني، حيد من طريقي. دخل آدم الغرفة ديالو وجلس في الركنة وبكى، ولكن ما كانش بكى بصوت، ودموعه نزلوا في صمت، وشفايفو كيرجفوا. وقال آدم غير هاد الكلمة: يا ربي، غير انت اللي عارف قلبي عاش فيه. مرت السنين وآدم كبر ومشى من عند خالته، مشى يدبر على راسه، خدم وتعب وقرب الليل وما حاقدش على خالته ولا حتى شي واحد، وما انتقمش، غير صابر. وفي يوم من الأيام رجع للدار عند خالته بسيارة بسيطة ولكن نقية. خالته خرجت تشوف شكون، ما عرفاتوش. قال ليها بهدوء: أنا آدم. هبطات خالته عينيها الأرض وقال لها: جيت خالتي غير نقول لك سمحت ليك، حيت اليتيم إلا ما مسامحش قلبه يتكسر. مشى آدم وخلى وراه صمت أثقل من الكلام. وبعد ما مشى آدم خلى خالته وقفات في الباب وقلبها كيضرب وكلامه كيدوي في راسها بحال الصدى. داك الليلة ما نعسات، تفكرات شحال من مرة بكى آدم قدامها، وشحال من مرة دارت بحال إلا ما شافت والو. ومرت الشهور، خالة آدم مريضة بزاف وما بقى اللي يسول فيها بزاف. وفي يوم من الأيام دخل عليها شاب لابس مزيان، وجهه هادي وعينيه فيهم الرحمة. كان آدم قرب لها وقال: سمعت خالتي باللي كنتي مريضة وجيت نطمئن عليك. بكات خالة آدم، بكات بحال شي طفل صغير. قالت لآدم: اسمح لي يا ولدي، أنا ظلمتك. حط آدم إيده على راس خالته وقال: اليتيم اللي عايش في القسوة كي يكبر مكسور وحاقد، ولا يكبر رحيم، وانا اخترت نكون رحيم. خرج آدم وخلى لخالته مصروف ومشى بلا ما يغوت عليها ولا يقول لها شي كلام ماشي هو هذاك. ومن ذاك النهار كل شي كيسول على آدم وكيقولوا ليه: هذاك الولد يتيم، لكن قلبه كبير، حيت دموع اليتيم ما كيضيعش إلا ما ردهاش البشر، كيتكفل بها رب البشر. هذه هي نهاية قصتنا اليوم. نتمنى تعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايك والتعليق والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.